بعد ما قضى 40 سنة كاملين من ساعة ما ستانلي قرر إن هو ياخد الطريق ده. عدى سنة كاملة على إدراك ستانلي للمشكلة. في ليلة الخريف 23 من الألفية التانية بتبص على نفسك في المراية، تدور على الشخص اللي بيقدم النصيحة ويتربى على عرش الحكمة وسط الناس، بس مش بتلاقي غير عين مطفية بتعجز عن حل مشاكلها. وأنا فعلا الشخص اللي الناس فاكرة إنه حكيم وعنده وجهة نظر قوية، ولا مجرد شخص كاذب وبينافق نفسه؟ ليه بنعرف نحل مشاكل الناس ومش بنعرف نحل مشاكلنا؟ كتير بنشوف صحابنا والناس القريبين مننا في مشكلة ونبدأ نديهم نصايح بكل ثقة وكأن الحل سهل ممتنع، وهما بس اللي مجرد متخاذلين مش عارفين يتخذوا القرار. بنشوف مشاكلهم من بعيد، بنفكر بعقل من غير عواطف ولا أي قيود بتلخبطنا. أحيانا بيسمعوا كلامنا، ممكن يكونوا ممتنين ليك جدا إنك لقيت الحل ده، بس لما بنيجي نبص لمشاكلنا احنا فجأة الدنيا بتضلم. الحاجة اللي كانت سهلة واحنا بنقولها لحد تاني تبقى مستحيلة لما تكون في حياتنا احنا. ودي بتكون بداية التناقض النفسي. لما بتنصح حد انت بتكون متجرب من ذاته اللي هي الأساس في إعاقته. بتشوف الحرب بدون الدخول في المعركة. مشاعرك، قناعاتك، هويتك، كل دي عوامل بتحجب رؤيتك، بتغرقك في دوامة التشتت. تفتكر ليه لو حد جه يشتكي لك من شغله أو كليته وبدأ يقولك الأسباب ولقيت إنها منطقية تقوله سيب شغلك، انت ازاي مكمل؟ أو انت غبي بتفكر يعني؟ انت تستاهل كل اللي بيحصل لك ده. المشكلة الأكبر إن دماغك نفسها بتضحك عليك. دماغك مش بتدور دايما على الحل، بتدور على الأمان والراحة. العقل بيكره التغيير حتى لو كان التغيير ده هو الصح والأكثر منطقية. التغيير بالنسبة للدماغ هو إلقاء نفسه في المجهول، والدماغ بيكره كل ما هو مجهول. بيخاف من الضلمة عشان جاهل ايه اللي مستخبي وراها. انت عارف كويس المفروض تعمل ايه، بس عقلك بيخلق أعذار تكاد تكون منطقية، وبيحصل صراع داخلي بين عقلك وقلبك بيمنعك من ان انت تاخد القرار الصح، وبتفضل محبوس في الدايرة دي. أنا عارف إن حياتك عبارة عن دايرة ما بتخلصش، دايرة نهايتها هي بدايتها. كل يوم زي اللي قبله، بتفشل وبترجع تاني من نقطة الصفر، تقول أنا هبدأ تاني. حتى أكتر الناس حكمة في التاريخ كانوا بيعانوا من نفس الصراعات النفسية اللي انت بتعاني منها. ماركوس أوريليوس الإمبراطور والفيلسوف كان دايما بيتكلم مع نفسه، بيتحكم في مشاعره وبيتحرك بعقل، لكن حتى وهو إمبراطور وعنده السلطة والقدرة إنه يتحكم بالعالم كان عارف إن أكبر تحدي هو إنك تتحكم في نفسك. انت عندك السيطرة على عقلك مش على الأحداث الخارجية. المشكلة كلها من جوه وبتنعكس بره. واحدة من أكتر الحاجات اللي ماركوس أوريليوس كان شايف إنه غلط فيها كانت تعامله مع ابنه كومودوس. ماركوس كان بيحب ابنه حبه شديد، لكنه كان عارف إن شخصية كومودوس مش مناسبة للحكم. بالرغم من كده سمح إنه يكون خليفته كإمبراطور. بعد وفاة ماركوس أوريليوس كومودوس كان واحد من أسوأ الأباطرة في تاريخ روما، وده سبب انهيار كبير للإمبراطورية. فهمت؟ ومن أكتر الحاجات اللي ماركوس كان بيتكلم عنها في كتابه هي النقد الذاتي والقسوة اللي كان بيحملها تجاه نفسه. دايما كان بيحث نفسه انه يكون صبور ويتسامح مع الناس، لكنه اعترف انه في اوقات كتير كان قاسي جدا على نفسه، وده كان بيمنعه من الاستمتاع بلحظات الراحة والنجاح. وقال لا تكن قاسيا مع نفسك اكثر مما تكون مع الاخرين، فالحكمة ليس في العقاب بل في التفهم. جزء كبير من معاناتنا بيجي من اننا بنهرب من مواجهة الذل بتاعنا، الجانب الغامض في ذاتنا، الاجزاء اللي بنحاول نخبيها او حتى ننكرها. لما بتدي نصيحة لحد تاني انت مش بتواجه ذله، مش بتواجه الذات المظلمة بتاعته، انت بتشوف الامور بوضوح. لكن في مشاكلك الشخصية الذل بيقف في طريقك، لان التغيير بيحتم عليك التخلي عن جزء من نفسك، وانك تفقد اشياء كانت مرتبطة بهويتك. فقد الفكرة اللي كنت واخدها عن نفسك، هويتك اللي فضلت مترسخة فيك. بتسيب شغلك وتخسر الأمان اللي اتعودت عليه، تخرج من علاقة سامة وبتفقد بعض الذكريات. في لحظات اتخاذ القرار بيكون عليك عبء ومسؤولية انك تاخد خطوة للمجهول، وده اللي بيخليك تتردد او تهرب، لان الخوف من اللي جاي بيبقى اكبر من الألم اللي انت فيه. دلوقتي انا كلمتك عن المشكلة ولمست اكتر معضلة مرهقة للإنسان. مش المشاكل الخارجية هي اللي بتغلبنا، بل الصراعات الداخلية. الحل بيبدأ من الداخل،
مش من الخارج. بيبدأ بالوعي الداخلي، قدرتك على ملاحظة النمط اللي بيدور جواك وإيه المعتقدات اللي جواك بتخليك كده. وعيك بمشاعرك وتجردك منها بيخليك قادر على حسم القرار وأخذ القرار الصح. تقوية الوعي الداخلي والتحليل الذاتي بتدوين النمط اللي بتلاحظه على نفسك وكتابة وتحليل الأحداث المهمة في يومياتك. التأمل والتدبر في كل شيء بيفتح دماغك وبيخلي منك شخص أكتر حكمة ويبص للحاجات من منظور تالت، أكنك الشخص اللي واقف بعيد ويبص على المشكلة. آخر حاجة لازم تكون موجودة هي إنك تكون رحيم بنفسك. التغيير بياخد وقت، والخوف والشك اللي بيجيلك هو مجرد عقبات داخلية، وحتى أكبر العقول في التاريخ كانت بتعاني عشان تطبق حكمتها وعلمها على حياتها. وفي النهاية أتمنى ما ينتهيش بيك المطاف الواقعية الجامحة وجحيم الوعي اللي بيولد صراع داخلي أشد. سلام.